انتوا عارفين ان القعده اللي انا قاعدها دلوقتي في العربيه غلط تماما؟ بصوا كده، انا هسكت لمده 3 ثواني وحاولوا تركزوا ايه الغلطه اللي انا عاملها وانا راكب وانا سايق العربيه. ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها، بس انا هقول لكم ايه الغلطه. لو بصيتوا كده، لو انا رفعت نفسي شويه هتلاقوا ان انا عندي رجل طالعه شويه عن الرجل التانية، وهتلاقي عمودي الفقري عامل كده. طب ده جاي من ايه؟ ده جاي من المحفظه. لما بنيجي نركب العربيه للاسف الشديد بنحط يا اما المحفظه في الجنب الشمال او في الجنب اليمين. زي مثلا احنا حطيناها كده، فدايما كده العمود الفقري بتاعك هيبقى عامل كده. مع الفترات الطويله هيأثر عليك على الغضاريف، هيأثر عليك على قعدتك في المجمل العام، وهيأثر عليك جسديا. فالافضل لما تيجي تركب العربيه اول حاجه تعملها المحفظه بتكون في جبنه. فاول ما تيجي تركب العربيه تعود ان انت تشيل المحفظه، واول ما تخش تركب تحطها في اي حته في العربيه. اكتب لي بقى في الكومنتس هل كنت تعرف المعلومه دي ولا لا، ويا ريت دكاتره العظام يقولوا لي هل فعلا المعلومه اللي انا قلتها دي صح